الميت بول من اكتر الوصفات اللي بحس ان هي سريعة جدا ومنقذة وكمان شيك قوي على ترابيزة السفرة بتاعتك. تخيلي الجمال ده يكون على ترابيزة السفرة، وسهلة قوي. هتجيبي نص كيلو من اللحمة او اي كمية انت تحبيها مع بصلتين مبشورين، شوية بقدونس، والبقدونس هنا ضروري قوي. التوابل بقى ملح فلفل شطه حبهان، مش اكتر من كده. اعجنيها كويس جدا حوالي 5 دقايق كده. هتبقى بقى بالشكل ده معاكي، هتحسي ان كل المكونات دخلت في بعض. هتدهني ايديكي شويه زيت علشان تبقى سهله معاكي في التكوير، ده بيخليها كلها شكل مظبوط، وكمان بتسهل معاكي، بتبقى سريعه. خلصي بقى كل الكميه، وبعد كده ولا تريحيها ولا اي حاجه، هاتي طاسه فيها شويه زيت حوالي معلقتين كبار، ابداي رصي كل الكميه ووطي النار على الاخر عشان دي لحمه ولازم تستوي كويس جدا. هي بقى كانت خدت اللون الذهبي الفظيع، ولما تيجي تقلبيها ما تقلبهاش بمعلقه ولا باي حاجه، حركي الطاسه هي هتلاقيها بتقلب لوحدها. هاتي بقى كوبايه صلصه، لا اما تكوني عاملاها او معلقتين صلصه عليهم شويه ملح وشويه فلفل وشويه زعتر. كنت حاطه جنبي حله على النار فيها ميه المكرونه، خدت منها كده كبشتين. سيبيها تغلي بقى، وممكن في الخطوه دي تحطي عليها شويه بقدونس وتقدميها في اي طبق جنب شويه رز ابيض. احنا بقى بنعشقها مع الاسباجيتي. الاسباجيتي كانت لسه سخنه مولعه طالعه من الحله، رحت نازله بيها على الصوص بالظبط قلبتين باي سباتولا عندك، وبعد كده طلعي الكفته بقى على الوش مع رشه البقدونس. الطبق ده يا جماعة السفرة فظيع جنب شوية سلطة، أكلة سريعة جدا وفي نفس الوقت في منتهى الشياكة. ولو عندك رشة جبنة رومي اديها رشة على الوش، بس أنا بصراحة ما كانش عندي. بس كده، يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير في فيديو جاي. سلام عليكم.